مصدر القوة الحقيقية لنادي الزمالك هو جماهير نادي الزمالك. مشكلات، أزمات بيتعرض ليها النادي ده، تعرض لها قبل كده ولسه بيتعرض لها، وأوقات كتيرة جدا صعبة بتمر علينا. دايما متعودة دايما. وتمشي في الشارع تلاقي مثلا الناس بتسأل يا جماعة ماتش الزمالك الجاي امتى؟ طيب التذاكر هتنزل امتى؟ نزلت ولا ما نزلتش؟ على فكرة احنا مثلا خسرنا النهارده، لا عادي احنا الماتش الجاي موجودين. كدبة هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. يعني اي ماتش جماهيري يسمح بدخول جماهير نادي الزمالك هتلاقوا جماهير نادي الزمالك ماليه المدرجات. حاجه زي كده صعب، انا بقول ان صعب تلاقيها في اي مكان في العالم. احنا جمهور يعني متطرف في تشجيع فريقه. ايه ده؟ فاكرين مشهد مدرجات منتخب تونس في 2019 في كاس الامم وهي مليانه، المدرجات مليانه بجماهير نادي الزمالك. رايحين ليه؟ رايحين يشجعوا فرجاني ساسي اللي كان بيلعب وقتها في نادي الزمالك. فرد من عيلة نادي الزمالك يجب علينا تشجيعه ودعمه. انتوا ناس وسخة. مشهد مش هتلاقيه في أي جماهير في العالم. نتخيل سوا، نتخيل سوا لو استضفنا كاس الأمم الإفريقية ومصر أعلنت فكرة إن هي مثلا هتطلب استضافة بطولة سنة 2028. مش هتلاقي مثلا يعني جماهير الأهلي رايحة تشجع مثلا أليو ديانج في مالي أو بن رمضان في تونس. الحشيش تمام؟ تمام، حاجة هايلة قوي زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. لكن أنا شايفة إن جمهور نادي الزمالك أو جماهيرنا، لا يا جماعة، جمهور نادي الزمالك بجد غير، واللي مش زملكاوي يستغربنا، يعني ممكن يستغربنا، بس ممكن ما وصلش لمرحلة الحب الكبيرة قوي دي لناديه انه يوصل للمرحلة دي. انتي فله قشطة. يعني نادي الزمالك هو اولوياتنا، يعني يصحى الصبح شوف اخبار نادي الزمالك، شوف التذاكر هتنزل امتى، شوف امتى عايز يروح الماتش، يشوف تجميعة صحابه الزملكاويه وهيروحوا امتى. ناس كتيره جدا مثلا بتستغرب ان شركه تذكرتي دايما في السنين الاخيره اكبر حضور جماهيري هو جمهور الزمالك. يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد.